بكرة هنولع 3323 شمعة وهنقول هابي بيرثدي تو يو جلالة ملك مصر العظيم أوسر معت رع ستب إن رع رع مسس ميري أمون. الملك رمسيس الثاني هو أحد أهم ملوك مصر المحاربين والبنائين، حقق انتصارات عديدة في شتى بقاع الشرق القديم وخلدها كلها على جدران معابده، معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد الرمسيوم، ومعابد أبو سمبل وغيرها. عاشت كيمت في عهده مجد كبير وتمتعت بالاستقرار السياسي والاجتماعي وعم الرخاء والرفاهية في البلاد. ازدهرت الفنون والعلوم والآداب. رمسيس الثاني كان محبا للنساء، تزوج أكثر من 40 زوجة أشهرهن الملكة نفرتاري جميلة الجميلات، وأنجب قرابة 100 من الأبناء والبنات، أشهرهم ولي عهده الملك مرنبتاح. تعرض الملك رمسيس الثاني لظلم بين من بعض مزوري التاريخ، حقدهم وغيرتهم منه خلتهم افتروا عليه، اتهموه إن هو فرعون موسى، وده مخالف للحقيقة لأن كل الدلائل تؤكد عكس ذلك، سعيا منهم لتشويه تاريخ الملك العظيم وسرقة تاريخ مصر عشان ينسبوه لنفسهم. يوم 22 أكتوبر تخترق أشعة الشمس مسافة 200 متر مرورا بصالة الأعمدة لمعبد أبو سمبل العظيم المنقور في الصخر، وتتجه مباشرة إلى قدس الأقداس. قدس الأقداس في هذا المعبد يحتوي على 4 تماثيل. أشعة الشمس تتعامد لمدة 25 دقيقة على وجوه 3 تماثيل فقط، اللي هم تمثال الإله رع حور أختي، تمثال الملك رع مسس ميري أمون الشهير برمسيس الثاني، تمثال الإله أمون، بينما يظل تمثال الإله بتاح في الظل لأن بتاح هو إله الظلام. إيه العبقرية دي؟ إزاي تمكن علماء الفلك المصريين من التحكم في أشعة الشمس بهذه الدقة المتناهية؟ يأتون بالأشعة حيثما يريدون وقتما يريدون، في ظاهرة استثنائية لم ينجح فيها إلا علماء الفلك الكيميائيون. ونلاقي بقى جحافل الزوار من السياح الذين أتوا من كل حدب وصوب يتوافدون ويتدافعون للتطلع لوجه الملك العظيم، وقد أضاءته أشعة رع المقدسة. هذا الحدث يتكرر مرتين في السنة، أيام 21 فبراير و21 أكتوبر. لكن بعد ما اتنقل معبد أبو سمبل أثناء بناء السد العالي أصبح فيه تأخير يوم كامل، وأصبح الحدث ده بيتكرر أيام 22 فبراير و22 أكتوبر. نحن نزعم أن التاريخين دول بيوافقوا عيد ميلاد الملك وعيد جلوسه على العرش، رغم أننا لا نملك دليل علمي على ذلك. كل سنة وانتم طيبين يا أحفاد ملك ملوك الدنيا. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيمت أصل كل شيء.